كذلك الاتفاقات التي لها فائدة اقتصادية أو تؤدي إلى التقدم الاقتصادي. وبالتالي فالتساؤل المطروح هو أنه ما المقصود بالتقدم الاقتصادي الذي يسمح برفع المنع عن اتفاقات أو عن تحالفات منافية أو تمس بالمنافسة؟ هذا المفهوم العام يقبل تأويلات عدة. فمثلا هل يمكن اعتبار ازدياد مداخيل الدولة أو مداخيل الضرائب نتيجة هذه المعاملات المنافية للمنافسة أو الممارسات المنافية للمنافسة هو بمثابة تقدم اقتصادي يؤدي إلى رفع الحظر والمنع عن هذه الاتفاقات؟ هل إذا كانت هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة مثلا تقدم منافع لجمهور المستهلكين، هل ذلك يعني تحقيق تقدم اقتصادي وبالتالي عدم خضوع هذه الاتفاقيات إلى المنع؟ قد تقع هذه الاتفاقيات المنافية للمنافسة بين مقاولات تواجه صعوبات أو البعض منها يواجه صعوبات. هل إذا أدت هذه الاتفاقيات المنافية للمنافسة إلى إنقاذ وتسوية الوضعية المختلة لهذه المقاولات، هل هذا الأمر يندرج في إطار التقدم الاقتصادي؟ عندما نتحدث عن الاتفاقات فنحن نتحدث عن سلوك جماعي، وأول شيء يمكن التنبيه إليه أو يجب التنبيه إليه أن المشرع على مستوى قانون المنافسة عندما تحدث عن الاتفاقات أو التحالفات أو الأعمال المدبرة فهو لم يتعامل مع هذه التصرفات باعتبارها أو بالتركيز على الجانب القانوني لهذه الأعمال والتصرفات، بل ركز على الجانب الاقتصادي لهذه الأعمال أو على النتيجة الاقتصادية لهذه الأعمال المتمثلة في المس أو الحد من المنافسة. في هذه الجلسة وخير ما نشرع به مداخلة التي سيلقيها الأستاذ سعيد الروبيو في موضوع استقلالية المتنافسين كآلية لحماية المنافسة. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا السيد الرئيس. أيضا الشكر موصول للحضور الكريم كل باسمه وصفته بخصوص هذه المداخلة المتواضعة المعنونة باستقلالية المتنافسين كآلية لحماية المنافسة. فكما يعلم الجميع أنه لا يمكن الحديث عن منافسة أو عن المنافسة في سوق معينة إلا إذا كانت أو إذا تمت هذه المنافسة بين مقاولات أو مؤسسات تتمتع بالاستقلالية، وخصوصا أو الحديث هنا يتعلق بالاستقلالية الاقتصادية بالدرجة الأولى. لهذا الغرض تدخلت مختلف التشريعات من أجل منع أو تقييد مجموعة من الممارسات التي تمس بالمنافسة، ولكن بالدرجة الأولى هي ممارسات تمس باستقلالية المتنافسين، أي أن المشرع قام بمنع ممارسات تعتمد كوسيلة المس باستقلالية المقاولات أو باستقلالية المؤسسات المتنافسة. هذا المس يعتمد كوسيلة لمنع أو الحد من المنافسة. تتمثل هذه الممارسات التي نص عليها المشرع ومختلف التشريعات فيما يسمي بالاتفاقيات المحظورة أو الاستغلال التعسفي لوضع المهيمن أو لوضعية الهيمنة أو الاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية، وكذلك عملية التركيز الاقتصادي. بالتركيز على هذه الممارسات أو بقراءة هذه الممارسات والنماذج التي ذكرها المشرع لهذه الممارسات المنافية للمنافسة، سوف نستخلص أن معظم هذه النماذج وهذه الممارسات ترتكز أو تركز بشكل أساسي على المس
باستقلالية وبقرار المقاولات المنافسة، بمعنى هذا المس هو الذي يؤدي أو تترتب عنه ممارسات منافية أو أعمال منافية للمنافسة. فبالتوقف عند منع وحظر الاتفاقات المنافية للمنافسة والتي تم ذكرها مثلا في المادة السادسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، عندما نتحدث عن الاتفاقات فنحن نتحدث عن سلوك جماعي، وأول شيء يمكن التنبيه إليه أو يجب التنبيه إليه أن المشرع على مستوى قانون المنافسة عندما تحدث عن الاتفاقات أو التحالفات أو الأعمال المدبرة فهو لم يتعامل مع هذه التصرفات باعتبارها أو بالتركيز على الجانب القانوني لهذه الأعمال والتصرفات، بل ركز على الجانب الاقتصادي لهذه الأعمال أو على النتيجة الاقتصادية لهذه الأعمال المتمثلة في المس أو الحد من المنافسة. قلت عند الحديث عن هذه الاتفاقات أو التحالفات، ولا يهم كما قلنا شكل هذه التحالفات، ولا يهم أيضا ما إذا تعلق الأمر باتفاقات أو تحالفات على المستوى العمودي أو على المستوى الأفقي، فما يهم أن هذه الاتفاقات أو هذه الترتيبات تؤثر على استقلالية المقاولات على مستوى اتخاذ القرار، حيث تعتمد هذه المقاولات موضوع هذه الاتفاقات على استراتيجية موحدة في سوق معين. مثلا عندما يتعلق الاتفاق بتحديد الأسعار أو بعرقلة تحديد الأسعار وفق قاعدة العرض والطلب، فهذا الاتفاق القائم بين مقاولات يعني أن المقاولة تتنازل عن سلطتها وعن قرارها بخصوص تحديد الأسعار. نفس القول ينطبق على الاتفاقات المتعددة بتحديد كمية المعرض أو المعروض، أو اتفاقات المتعلقة بمقاطعة مهني معين إلى غير ذلك من الاتفاقات. إذن فالأمر يتعلق باتفاقات تمس بشكل أولي باستقلالية هذه المقاولات، بسلطة اتخاذ هذه المقاولات لقراراتها بخصوص سوق معين، وفقدان هذه السلطة هو الذي يؤدي إلى نشوء أعمال تمس بالمنافسة. ما يؤكد ذلك أنه يجب كما قلنا أن تكون هذه اتفاقات بين مؤسسات مستقلة، نتيجة إبرام هذه الاتفاقات المحظورة تتنازل على هذه الاستقلالية، لكن قد تقع هذه الاتفاقات بين مؤسسات أو مقاولات غير مستقلة، رغم أنها تمس بالمنافسة فلا تخضع للحظر أو المنع. مثلا في حالة وجود اتفاقية بين الشركة الأم وفروعها أو أحد فروعها، فرغم أن هذه الاتفاقية قد تمس بالمنافسة ولكنها لا تخضع للمنع أو الحظر، بالنظر إلى أن الفرع ينفذ فقط السياسة الاقتصادية التي تضعها الشركة الأم، أو أن الفرع تابع اقتصاديا للشركة الأم. كما يجب التنبيه إلى أن هذه الاتفاقات القائمة على التنازل عن استقلالية المقاولات والمؤسسات قد يسمح بها المشرع أو قد لا تخضع للحظر أو المنع، رغم أنها تؤدي إلى المس أو إلى الحد من المنافسة. والمشرع على مستوى القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ذكر الاتفاقات التي تم الترخيص أو الإجازة بها أو السماح بها إذا بمقتضى نص قانوني أو تنظيمي، وكذلك الاتفاقات التي لها فائدة اقتصادية أو تؤدي إلى التقدم الاقتصادي. وبالتالي فالتساؤل المطروح هو أنه ما المقصود بالتقدم الاقتصادي الذي يسمح برفع المنع عن اتفاقات أو عن تحالفات منافية أو تمس بالمنافسة؟ هذا المفهوم العام يقبل تأويلات عدة. فمثلا هل يمكن اعتبار ازدياد مداخيل الدولة أو مداخيل الضرائب نتيجة هذه المعاملات المنافية للمنافسة أو الممارسات المنافية للمنافسة هو بمثابة تقدم اقتصادي يؤدي إلى رفع الحظر والمنع عن هذه الاتفاقات؟ هل إذا كانت هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة مثلا تقدم منافع لجمهور المستهلكين
هل ذلك يعني تحقيق تقدم اقتصادي وبالتالي عدم خضوع هذه الاتفاقيات إلى المنع؟ قد تقع هذه الاتفاقيات المنافية للمنافسة بين مقاولات تواجه صعوبات أو البعض منها يواجه صعوبات. هل إذا أدت هذه الاتفاقيات المنافية للمنافسة إلى إنقاذ وتسوية الوضعية المختلة لهذه المقاولات، هل هذا الأمر يندرج في إطار التقدم الاقتصادي؟ بشكل عام كما قلنا بخصوص هذه الاتفاقات فتتعلق بتبني أطراف هذه الاتفاقات أو المؤسسات والمقاولات المشاركة في هذه الاتفاقيات وفي هذه التحالفات لسلوك جماعي على مستوى السوق. قد هذا السلوك الجماعي قد ينتج عن عقد، قد ينتج عن قرار أحادي من قبل ناتج عن مقاولة وتتبناه مقاولة أخرى في إطار معاملة تجارية بين هذه المقاولات. أيضا هذا السلوك الجماعي قد يترتب عن مشاورات تتم بين المهنيين في جمعية من الجمعيات. وبخصوص هذه النقطة تنبه إليها مجلس المنافسة بخصوص رأيه الاستشاري الأخير المتعلق بسوق التأمين. فمن بين المؤخذات على هذا السوق هو أن الجامعة المكلفة بالتأمين على مستوى هذا السوق تتدخل في تقنين وتأطير هذا السوق إضافة إلى مؤاخذات أخرى غير تنافسية، وذلك نتيجة أن هذه المنظمات المهنية غالبا ما تكون فضاء لتبادل الاستراتيجيات المتبعة من قبل المهنيين. إضافة إلى هذه الاتفاقات كما قلنا منع المشرع الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن ولحالة التبعية الاقتصادية. فعندما نتحدث عن الوضع المهيمن أو الهيمنة، فالهيمنة غير ممنوعة أو لا يمنعها القانون، فالهيمنة حق لكل فاعل اقتصادي، بل أبعد من ذلك، فالسعي إلى الهيمنة هو الذي يساعد على تفعيل المنافسة. ولكن ما منعه المشرع أو ما يخضع للمنع هي الهيمنة المرتبطة بأفعال تعسفية تقوم بها المؤسسة المهيمنة على قطاع معين. وهذا التعسف أو هذه التصرفات التعسفية التي تقوم بها المؤسسة المهيمنة غالبا ما تتمثل في سلب المقاولات الأخرى أو المؤسسات الأخرى سلطة اتخاذ القرار، أي أن هذه المقاولات بفعل هيمنة مؤسسة معينة لا تكون قادرة على اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المقاولة أو المؤسسة المهيمنة، فتفقد قدرتها على اتخاذ قراراتها الاقتصادية في السوق بكل استقلالية. فمثلا في بعض الحالات قد تجتمع مجموعة من الشركات على برامج اقتصادية موحدة، وهو ما يؤدي إلى هيمنة هذا التجمع أي تجمع الشركات، وبالتالي لا يبقى أمام المقاولات الصغرى أو أمام الشركات الصغرى إلا الانضمام إلى هذا التجمع وفقدان ذاتيتها واستقلاليتها أو الاندثار وعدم البقاء في السوق. ما تم قوله بخصوص استغلال التعسفي للوضع المهيمن ينطبق على الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية. أيضا من الأعمال المنافية للمنافسة التي أخضعها المشرع لرقابة قبلية نجد ما يسمى بعملية التركيز الاقتصادي. فعملية التركيز الاقتصادي وبصرف النظر عن الوسيلة المعتمدة على مستوى هذا التركيز كما قلنا بالنسبة للهيمنة ليست عملية منافية للمنافسة، بل أبعد من ذلك، فالتركيز الاقتصادي من الأدوات الرئيسية للنهوض الاقتصادي، وتختلف وتتعدد وسائل التركيز الاقتصادي. فهناك الاندماج، تجمع الشركات، قيام شركة بشراء والسيطرة على شركة أخرى عن طريق السيطرة على قرارها عن طريق شراء أسهم هذه الشركة إلى غير ذلك من عمليات التركيز الاقتصادي. فهذه
المشرع عندما أخضع هذه العمليات، عمليات التركيز الاقتصادي، لمراقبة قبلية، فهو لم يقصد مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي في حد ذاتها، ولكن المشرع فرض مراقبة عملية التركيز الاقتصادي، أو بشكل آخر المشرع فرض مراقبة الأثر الذي قد يترتب في المستقبل عن عملية التركيز الاقتصادي، وبشكل خاص الأثر المتمثل في فقدان المؤسسات أو المقاولات المشاركة في عملية التركيز لسلطة اتخاذ القرار وحصره في يد مؤسسة واحدة، وهو ما قد يجعل هذه المؤسسات المشاركة في عملية التركيز في حالة تبعية اقتصادية، كما أن عملية التركيز الاقتصادي تؤدي في حالات كثيرة إلى تعزيز وضعية الهيمنة، أي هيمنة مؤسسة معينة أو مقاولة معينة على باقي المقاولات الأخرى. لذلك فإخضاع المشرع لمشاريع التركيز الاقتصادي لمسطرة وقائية كما قلت كان بهدف تحديد آثار فقدان المؤسسات المشاركة لسلطة القرار ولاستقلاليتها على مستوى السوق في المستقبل. وبالتالي كما قلت، لأن غالبا هذه العملية، عملية التركيز الاقتصادي، غالبا ما تؤدي إلى ترسيخ الوضع المهيمن أو حالة تبعية اقتصادية، وهو ما تؤكده مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة. فغالبا مجلس المنافسة أثناء مراقبته لعمليات التركيز الاقتصادي يركز على حصة السوق لدى الأطراف المشاركة في عملية التركيز الاقتصادي، فأي مدى كون هذه الحصة تساهم أم لا تساهم في تعزيز هيمنة هذه المجموعة على السوق أو عدم هيمنتها على السوق. هذه بعض النماذج وبعض النقط المتعلقة بهذه الممارسات المنافية للمنافسة، والتي كما قلت تعتمد بشكل أساسي على سلب المقاولات سلطة اتخاذ القرار، وهذا السلب غالبا ما يؤدي إلى عملية الهيمنة على السوق أو التواجد في حالة تبعية اقتصادية. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.